يا أهلا وسهلا ومرحبا، نورتوا القناة. كنتمنى تكونوا بألف خير وعافية. واليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم فطائر سهلة وسريعة التحضير، محشوة لذيذة بزاف وعجين قطني وطبقة مقرمشة كتزيد لهاد الفطائر لذة على لذة. كنتمنى الفيديو ديال هاد النهار ينال الإعجاب ديالكم. وإلا كنتي صديقتي هذه أول مرة كتشاهدي قناتي فمرحبا بك وألف مرحبا. ما تنسيش تخلي لي معك واحد اللايك للفيديو، تشتركي في القناة وكذلك تبارطاجي الفيديو مع الأصدقاء ديالك. شكرا لكم بزاف. ندوزو المقادير مع طريقة التحضير. وبسم الله على بركة الله. اول حاجه غادي نبداو بها هي العجين. ناخذ الاناء ديال العجانه نديرو فيه كاس ديال الحليب دافي مع كاس ديال الماء دافي، معلقه كبيره من السكر، معلقه كبيره ديال الخميره، ونحرك مزيان حتى كنحسو بان داك الخميره صافي دابت لنا. ملي كتذوب الخميره كنزيدو عليها نص كاس ديال الزيت العاديه مع بياض بيضه، والصفار كنحتفظوا به في الاخير للدهن. كنزيد معلقه صغيره ديال الملحه، وغادي نزيدو تقريبا 650 غرام ديال الطحين. والطحين تيبقى دائما على حسب النوعيه ديال كل طحين، فكاين الطحين اللي كيتشرب السوائل بسرعه، وكاين الطحين اللي العكس ديالو تماما. فلهذا نتوما كتزيدوا الطحين وانتوما كتعجنوا حتى كتحصلوا على عجينه اللي كتكون طريه ومتماسكه في نفس الوقت. فصافي من بعد ما كنعجن العجينه ديالي كناخدها وكندير لها واحد شويه ديال الزيت، غير واحد النقيطات ديال الزيت وصافي، وكنزولها من العجانه. ممكن كذلك تعجنوها عادي باليد ديالكم الا ما بغيتوش تعجنوا في العجان. صافي غادي نجمع العجينه بهذا الشكل هذا، نغطيها بالبلاستيك الغذائي ونخليها كتخمر. تقريبا غادي تاخذ لنا نص ساعه باش تخمر لنا هاد العجينه هادي. في هاد الاثناء على ما تخمر لنا العجينه ندوزو نوجدو الحشوه اللي غادي نديرو لهاد الفطائر. حشوه اللي ساهله وكتجي بنينه. غادي ناخذ مقله ولا واحد الطنيجره ونديرو فيها شويش ديال زيت البلديه او زيت روميه اللي عجبكم. غادي نشحر فيها واحد البصيله اللي كتكون كبيبره شي شويه، غادي نشحرها. وغادي نزيد نص كيلو ديال الكفته، ولا المهم الكفته القدر اللي عندكم. انا هنايا درت 500 غرام، ممكن ديروا غير 4 ولا المهم اللي كان عندكم. كنزيد معاها خيزو هكا اللي خديته ودوزتو حتى هو في الهاشوار. وكنزيد التوابل اللي درت فيها شويه ديال الملحه مع سكينجبير التحميره وشويه ديال الابزار. صافي كنحرك كلشي مزيان. على فكره الا بغيتو ديروا حتى اي خضر نتوما كتفضلوها ولا شي خضر كيتعجبكم فاكيد ممكن تضيفوها، يعني كتبقى هاد الحشوه هذه الذوق ديال كل واحد وشنو كيبغي يزيد. من بعد ما شحرت داك الكفيته مزيان زدت شويش ديال المعدنوس. غادي نرجع هكا نحرك كلشي مزيان. وفي الاخير غادي نزيد الفرomاج ديال الساندويش. انا خديت هنا فرomاج ديال الساندويش، زيدوا اي نوع ديال الفرomاج عندكم نتوما. فانا درت هذا الفرomاج هذا ديال الساندويش من نوع ديال شيدار. وبطبيعه الحال راه ممكن ديروا اي فرماج عندكم نتوما ولا اي فرماج تتفضلوه. المهم انه تيعطي واحد التعليكه رائعه بزاف لهاد الحشوه هادي. وإلا ما كانش كاع عندكم شي فروماج فزيدوا غير صوص طوماط باش كتعطينا ديك التعليكه وكتجمع لنا هاد الكفيته هادي او هاد الحشوه هادي. صافي من بعد ما داب لي الفرomاج وتعلكات لي مزيان ديك الحشوه كناخدها وكنكبها هكا في واحد الغطير بحال باش تتبرد لي. هنايا العجينه صافي راها خمرات، غادي ناخدها ونوضعها على سطح العمل هكا. وغادي نطلقوا العجينه ديالنا بالمدلك. هي دائما نعاونوا برشان ديال الطحين بحال باش ما نتفاداو بان داك العجينه تلصق لنا، وهكا فاش نبغيو نشكلوا الفطائر ما يصعبوش علينا ويجي شكلهم خايب. فغادي نطلق العجينه بهذا الشكل هذا. السمك ديالها كيكون شويه شرقيق بحال باش ملي كيطيبوا داك الفطائر ما كيجيوناش هكا غلاضين وعامرين باللبابه. صافي كناخذ هنا القطعه ديال البيتزا وكنقطع العجينه بهذا الشكل هذا. في الاول كنقطعها على 3، من بعد كنقطعها من النص، وكل نص كنقطعها ثاني في النص. المهم الفيديو غادي يشرح لكم اكثر مني. صافي كناخذ الحشوه كندير على كل مربع كندير هكا واحد 2 معالق كبارين ديال الحشوه. غادي نزيد شويه ديال الفرماج ديال شيدار ولا اي فرماج كيف ما قلت لكم، اي فرماج كتفضلوه ما كانش بلاش، غير هو كيزيد صراحه البنه والتعليكه. صافي غادي نبدا كنجمع بهذا الشكل هذا هاد الفطائر هادو حتى كنعطيو لهم هاد الشكل هذا. صافي غناخدوهم
ونديروهم في اللاطه اللي انا مفرشاها بالبابي سولفوريزي، ونكمل بنفس الطريقه مع جميع الفطائر حتى كنكملوهم. دابا غادي ندوز نوجد الطبقه المقرمشه ديال هاد الفطائر هادو. غادي نحتاج لها شويه ديال الجبن ديال بارميجانو، غادي ناخدو غادي نحكو او نشريو هذاك اللي تيكون اصلا محكوك. غادي نزيد عليه شويه ديال المعدنوس، ممكن ديروه طري ولا مجفف. نتبلو بشويه ديال التحميره ولا الفلفله حمراء. غادي نزيد شويه ديال الابزار وشويه ديال الملحه وجوج معالق صغار ديال البودره ديال البصل اولا البصل المجفف. صافي، وغادي نحرك والخليط ديال الطبقه المقرمشه كيكون عندي واجد. بالنسبه باش غادي ندهن هاد الفطائر هادو، غادي ندهنهم بداك صفار بيضه اللي كنا خلينا، نزيد معاهم تقريبا واحد جوج معلقات كبار ديال الحليب وكنخلط وكندهن بهم هاد الفطائر هادو. نحاولوا ندهنوهم مزيان من جميع الجوانب، وكنديروا بهم واحد 3 ديال الشريطات بحال هاد الشكل هذا. صافي، من بعد كنديروا داك الطبقه اللي وجدنا، داك الطبقه المقرمشه، غادي نديروها هكا من الفوق ونكونوا سخيين شي شويه باش كيجيونا بنانين ولذاذ. الفران عندي مسخناه من قبل على 190 درجه، النار كتكون من التحت ومن الفوق. كندخلوا الفطائر ديالنا حتى كيتحمروا ويطيبوا وكنخرجوهم. كيجيو شهوه منهم رائعين. داك الطبقه المقرمشه كتجي يا سلام، وكيجيو خفافين وهشاش. كنتمنى انكم فعلا تجربوا هذه الوصفه هذه، لحقاش تستحق التجربه. كنتمنى الفيديو كذلك ينال الاعجاب ديالكم. نشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله بحول الله. مع السلامه.